رياضه وبعد صناعه. طبعا. لا ده فبتحقق احنا متاخرين قوي في الحته دي. جدا، اه. وللاسف احنا بنطبقها بشكل مش كويس طب ليه احنا يعني. بنطبقها ازاي بقى لا احنا بنطبقها ان ناخد الفلوس وما بشتغلش مع الولد. اغلب الاستثمار الرياضي ده بياخد فلوس من الولاد وبيدفعوا ارقام غريبة، يقول له عشان تاخد بس الكارنيه. بياخدوا فلوس؟ اه اه. طبعا. عشان يتأيد يعني. اه وبرضه انا بعيب على ولي الامر، يعني بعيب ان على هو ولي بيوافق على الامر ان كده. هو بيوافق على الكلام ده. اه. معلش، هو انا لو ابني عنده الموهبة غصب عني صح، هيروح حتة مش هحتاج كويسة. ادفع حاجه، بالظبط. موهبته انت بتفرض نفسه فخلاص. بالظبط، لكن انت عندك الاستعداد تدفع وابنك ما عندوش الموهبة، امم. لازم ابقى صريح معاه. صح. يعني انا كواحد مسؤول، ايوه برافو عليك، انت صح. ابنك بعيد، محتاج كذا كذا، طب يا كابتن انا مثلا ممكن اعمل كذا كذا. اه. لكن احنا بناخد هنا العاطل على باطل. امم. احنا الكويس زي اللي مش كويس بنبص بتحطه، للفلوس بس. اللي عنده الامكانيات غير اللي ما عندوش. صح. فبتيجي على، وفي الاخر بيختار اللي بيدفع، ما بيختارش اللعيب الكويس. مضطر، ما هو ما انا بقول، دافع. ما بالظبط.